السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خوت، هذا فيديو سبيسيال مول الدراري اللي بغاو يعرفوا الطريقه ديال كيفاش يبقاو يديبلاصاو بالفلوس اولا ياخذوا كفكره. بالنسبه للفلوس، ملي تبغي تشارجيه باش تديه للكليان ديالك، عطيه واحد شويه ديال السكر مع المدافع على حسب الجو اللي راه فيه. يعني تقدر تعمر واحد البيدو ديال 10 يطرو وديرو معاه في لوكال اللي فيه وتعطيه له. يعني ملي تعمر ديك البيدو ديال الماء وديرو في لوكال فين كاين الفلوس، تخليه واحد 3 سوايع ولا 4، كيكتسب ديك الحراره اللي كاينه في ديك لوكال. يعني ما كيكونش بارد، كيكون على حسب الجو اللي راه عايش فيه الفلوس، باش هكا يقدر ما يديرلوش شي مشاكل يعني في لوكور ديالو. وهنا تقدر تزيد عليه واحد شويه ديال العسل، ماشي ضروري ان تكون عسل حره. واللي مهم منها هي ديك الحلاوه باش تعطيه شويه ديال الانرجي، لان غادي بلاصه بالفلوس ضروري خصو يكون عنده شويه ديال الانرجي باش يقدر يقاوم معك الطريق. خليكم معنا. كيف مشوا الاخوان، يعني كنعطيو الفلوس قبل ما نصارجيوه، كنعطيوه واحد شويه ديال السكر في وسط الماء اولا العسل. من بعد ملي كيشرب واحد نص ساعه ديال الماء كاع، كتصبر عليه على ما كيشرب الفلوس كامل، اولا واحد 40 دقيقه كاع من الاحسن. كتبدا تصارجي في الفلوس ديالك. الا كنتي غادي تخدم مثلا صوبه ولا فليكاج، يعني في البانيات فليكاج، يعني راه معروفين ليكاج ديال الفلوس، حتى هما خدمه بروفيسيونيل، خدمه نقيه باش تجنب وتتفادى الموتة اللي كتكون عندك يعني في لا شارج. يعني لا شارجيتي هكاك صوبه الدجاج كيبقى يتزاحم، الا ما كنتيش شويه حريفي راه غيقدر يموت لك الفلوس، ولو ديبلاصا به 20 كيلومتر تقدر تكون عندك الموتة، لان الفلوس غادي يبقى يتزاحم لك لواحد القنت، وهنا غادي تقدر تكون عندك الموتة في الفلوس. من الاحسن تخدم بالبانيات. البانيات ما تعمرهمش بزاف، على حسب البانيات. انا البانيات اللي بغيتي واش كبار واش صغار اللي غتخدم بهم، المهم تكون بانيه اللي غتعرف الكميه شحال كتهز. الشخص اللي غتاخذ من عنده البانيات اولا غتكونتاكتي لافير وتقول لك البانيه شحال غادي دير فيها الماكسيموم، هكا غادي تخدم مرتاح وخدمه بروفيسيونيل باش تمشي يعني انت مرتاح والفلوس ديالك سوا يمشي مرتاح. بالنسبه هنا يعني صارجينا حنايا الحمد لله، صارجينا في البانيات. المهم على حسب الظروف ديال كل واحد، الله يحسن العوان، واش يلاه بادي، واش عندك راس المال، واش مازال. ولكن دير بين عينيك انك يعني دير بين عينيك من القدام، يعني تخدم بالبانيات. البانيات هما دوك الصنادق كما غادي تشوفوا في الفيديو الاخير ديال الفيديو. الصنادق فين كيتهز الفلوس. هذا واحد الاخ يعني غير في لا ريجيون ديال فاس مكناس، كان كوموندا من عندنا، يعني تقريبا واقيلا واش شي 50 فلوس اللي كان خدا في الاول، ودابا مكوموندي 51 فلوس واحده اخرى. الله يسخر له. يعني ما بيناتها كان كوموندا نهار الجمعه وهذه نهار الحد، يعني مباشره يعني شاف الفلوس قدامه عجبو الصراحه، كان جا هو خداه، فهمتي؟ يعني جا هو خداه. من بعد ما عجبو قالك واش تقدروا يعني نقدر نجي؟ قلنا له ماشي مشكل، راه نقدروا نديبلاصاو ولا عندك اللي كنت تقدر تخلص ترونسبور وكانت مسلكاك بلا ما تكرفص، نعزلوا لك. شوف هادشي هذا راه الحمد لله، الواحد ملي كيعرفك وكيعرف السلعه ديالك يقدر انه يثق فيك، يقول لك غير جيب لي صافي، عزل لي واحد 50 حبه ولا 60 حبه وجيب لي. هذا راه فضل من الله تعالى. حتى لحد الساعه راني كنسجل في هذا الفيديو هذا وانا نتفكر هذه القضيه هذه. يعني غير درتها مع راسي، يعني الواحد باش يقول لك غير يجيب لي الا وراه تاق في السلعه ديالك، والحمد لله هذا فضل من الله تعالى، والله يسخر كل واحد. وبالنسبه للاخوان اللي داخلين لهذا الدومين هذا، الا كنتو كيعجبكم بحال هاد لي فيديو هادو راه نبقى نديرهم لكم، ما كاينش مشكل. انا راه غير ما عرفتش واش كاين عليهم اقبال ولا لا. كنشوف دي فيديو في الانترنت، يعني في يوتيوب ولا فيسبوك، نشوف ناس كيصوروا شي حوايج يعني تافهين بدون معلومه، ما كيرشدك حتى شي حاجه، ما كاينش ارشادات. الارشادات ما كاينينش كاع، كاينين دي فلوق اللي هما بحال نقولوا ما عرفتش، ما كتستافد من الفلوق حتى شي حاجه. ما يقدرش يعطيك المعلومه، ما يقدرش يقول لك واش شنو اللي تدير وشنو اللي ما ديرش. رد بالك، دير اتونسيون من هذه مثلا، رد بالك الفلوس انك تشارجي يعني تعمر تكثر لا شارج في الفلوس راه يقدر يموت لك. وهذا السبب مناش كيجي وصوت وصوره ما كاينش، هادشي ما كاينش، قليل. ومع ذلك كيبارطاجيو الناس وكيدخلوا. ولكن ما عرفتش الا كانوا كيعجبكم هاد لي فيديو بحال هكا يكونوا توضيحيين صوت وصوره، ونوريكم المنظر كيفاش كيكون. الدراري اللي يلاه باديين راه ما عندناش مشكل، نبقاو ندير لكم هاد لي فيديو هادو، ومرحبا والف مرحبا. حنا الحاجه اللي نقدروا لها راه على الراس والعين كل فرح. بالنسبه كيف ما كتشوفوا هنايا دي الطريق ديال التاونات،
قريه با محمد مع تاونات. هذه هي الطريق ديالها، الناس اللي المنطقه راه غتعرف هذه الطريق هذه. الصراحه انا اول مره غادي نقدر نقبط هذه الطريق هذه، يعني اغلبيه كنت كان كونترولي ما كان يعني غير في مدن اللي هما كبارين معروفين. ولي الشرف انني نزور بحال هذه المناطق هذو، واقسم لكم بالله العظيم زعما الصراحه هذه كنقولها من عندي. الناس ديال هذه المناطق بحال هكا، يعني الناس ديال قريه با محمد 90% الناس اللي تعاملنا معاهم يعني غير بار تليفون ولا غير عن بعد، الناس الله يعمرها سلعه الصراحه. ومنهم هذا الشخص هذا، يعني السيد الله يعمرها سلعه، عند الكلمه يعني كي كتخدم معاه وانت مرتاح، ماشي قضيه ماديات، ولكن يعني كتحس بان كاينه الرجوله، فهمتي؟ بنادم يعني كابابل كيقول لك واحد الكلمه كيقد بها، يقدر يدوز لا كوموند غير بار تليفون، جيب لي راه الناس زعما الصراحه الله. والهلي حاشمنا، ويعني الاخوان اللي عنده تردد وعنده خوف من الدومين يخدم لي ما يخدم لي، شوف كنهضروا على رزق، كنهضروا على الرزق هو اللي كتخاف منه. الرزق يعني ضامن الله تعالى، انت كدير السبب. واش انت غتقدر تضرب هاد الطريق ديال 60 كيلومتر مثلا او لا 100 كيلومتر؟ قادر تضربها، اذا خدمها. ما تفكرش واش انك غتربح ولا ما غتربحش، ما تفكرش فيها. الرزق على الله تعالى، انت مخلوق للعباده، اما الرزق على الله. ما تسناش من شي واحد انه يقول لك شوف ولا راك غادي بلاصه بالفلوس وشوف واش يخلصك ولا ما يخلصكش. لا خويا العزيز، ما يخلصكش، رجع بحالاتك. مالك انت درتي واحد العمل في ذاك النهار، مشيتي وجيتي، ماشي مشكله صح، فهمتي؟ ماشي مشكل، انت توكلتي على الله، ربي اللي غيرزقك. راه ملي كتقول لا راه مون فيزافير، لا راه ما مسلكانيش، لا راه هنا دخلتي يعني في الشرك، فهمتي؟ دخلتي بانك انت اللي غترزق راسك براسك. لا خويا، راه الرزق الله تعالى. هادو غير بعض الحوايج كنقولوهم للاخوان اللي عندهم يعني خوف من اي دومين، ولكن انا كنحاول يعني نهضر لك انا غير على هذا الدومين هذا ديال التربيه ديال الدواجن. صافي توكل على الله، درتي دراسه المشروع مع راسك، بان لك بان المشروع مربح، يعني شتي راسك بانك قادر تعطي فيه، توكل على الله وخدم على راسك. داك الشيء اللي بغيتيه انت واللي غترتاح فيه انت، سواء انك تشري فلوس مع الناس اللي عندهم فقاصات وتعاود فيه البيع، دير واحد 4 دراهم ديالك او 3 دراهم في الفلوس، ديبلاصا به الاسواق الاسبوعيه، او لا عندك كليان ديالك في شي باج فيسبوك ولا لي شين في اليوتيوب، ولا انت بالطريقه ديال التسويق ديالك، او لا دير فقاصه وتبقى تفقص وتبيع للناس، وتبيع يعني انت في الاسواق الاسبوعيه وتبيع للناس الجماله اللي كيبيعوا ويشريوا في الفلوس. انت واللي بغيت، يعني انت والنفس فين غترتاح. وتوكل على الله وما تسمع حتى شي واحد ما تسمع له. صلي صلاتك وخدم على راسك، هذا اللي نقول لك. هادو هما لي فيديو اللي غادي يقدروا يموتيفيو، واللي احتاج شي حاجه واي استشاره يعيط في النمره ديال لافيرم 0663 23 40 94، عيط فيها في الخط العادي، اتصل في اي وقيته، اي استشاره في التربيه ديال الدواجن وحتى في صناعه الفقاصات، اي استشاره في هذا الدومين هذا عيط بكل فرح، والله يسخر لكل واحد. غير انا كيف مشوا الاخوان. هادو هما البانيات اللي كنهزو بهم الفلوس، والفلوس كي كيوصل مرتاح، ما كاينش الموتى كاع الحمد لله، والله يسخر له. زعما السيد كما قلت لكم في الفيديو، سيد ما شاء الله، الله يعمرها سلعه ويستاهل كل خير. وراه ماشي يعني كنجاملوا فيه ولا شي حاجه، راه هو عارف اللي كاين، والله يسخر لكل واحد. هذا ما كان كيف ما كتشوفوا الفلوس انفو كيوصل. السيد ما عندوش شرابات بزاف، الله يحسن العوان، ولكن يعني ضروري كترشد. يعني المربي كيكون مبتدئ ما عندوش درايه، كتقول له يعني يعطي. كيف ما كتشوفوا هنا الفلوس يعني عاجبو الحال، الجو كيف ما كتشوفوا، طبيعه الله ما شاء الله. يعني الواحد يرد باله غير من الفيروسات والامراض بحال هكا يعني المعديه، وراه ما يكون غير الخير ان شاء الله. وبالنسبه لاخواني الا كانوا كيعجبوكم لي فيديو بحال هكا، راه نبقاو نديروهم لكم، ماشي مشكل. هذا الشيء هذا راه يوميا كنديروا بحال هاد العمليات هادو، ومرحبا والف مرحبا. خليهم لنا في الكومونتير، نبقاو ندير لكم بحال هاد الفيديو. السلام عليكم.